السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هشرح لكم ازاي تنزل ويندوز 10 أو 11 أو 7 أو 8.1 أو أيا كان من الويندوزات الحديثة ما عدا الإكس بي مثلا. تمام. بس هتبقى بطريقتين، طريقة أولى خاصة بالام بي ار وطريقة تانية خاصة بالجي بي تي. تمام. فبإذن الله النهاردة أشرح لكم كده على مكنة وهمية بحيث إن أنت تعتبر إن الجهاز ده جهازك أنت اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي حالا. تمام. طيب مبدئيا ام بي ار، طبعا انت عامل الفلاشة بتاعتك بوت، سواء بقى عاملها باسطوانتي هيظهر لك الشكل ده كده لما تشغل جهازك وتختار اف 9 مثلا وتختار يو اس بي، بعد كده هيفتح لك كده. تمام. طيب بتختار اسطوانة تانية مثلا عندك، مفيش مشكلة، استخدم اي اسطوانة تعجبك. المهم بعد ما تدخل على الميني ويندوز كده، انا كده هشرح لك دلوقتي على الام بي ار، طريقة الام بي ار، وبعدها هشرح لك على طريقة الجي بي تي. تمام. انا عندي هنا الهارد اتش دي دي، فهتلاقي الجهاز بطيء شويه. تمام. فالمهم بعد ما اشرح لك على الام بي ار هشرح لك الجي بي تي باذن الله. طبعا الفلاشه بتاعتك بتكون متقسمه بارتيشنين، ده لو انت استخدمت اسطوانتي يعني، بتبقى عليها البارتيشن التاني عليه الداتا بتاعتك. ايه الداتا بتاعتك؟ عليها ويندوز مثلا، عليها برامج، عليها تعريفات. تمام زي كده. فسيادتك كل اللي بتعمله ايه بقى؟ حاجة واحدة بس انا اشرحها لك برضو هنا دلوقتي وهتريحك يعني. مبدئيا احنا نبدأ الموضوع من الاول علشان الناس اللي هي ايه، في ناس فاهمة طبعا، فهتبقى عايزة تختصر، وفي ناس عايزة الشرح من البداية. فاشرح لك من البداية. اول حاجة ندخل على بارتيشن ويزارد. تمام. نفترض ان ده في هنا داتا اهي، في هنا داتا، واخد بالك؟ طيب عندك السي، لو انت في عندك ويندوز قبل كده مثلا بيبقى كده، بتلاقي مثلا ده زي الريكفري. تمام. بيبقى على الشكل ده كده. فانا همشي معاك عملي وبنفس الطريقة اللي يعني بالواقع، يعني اللي هو كأنه مظبوط عندك بنفس الشكل، بيبقى كده بالظبط. تمام. ده اصلا البوت لودر او ده الخاص بالبوت، وده السي. طيب احنا عشان نشتغل صح وبطريقة كده نظيفة وحديثة والامور تمام معانا نعمل ايه؟ اول حاجة يا باشا نضغط هنا كليك يمين على ده، ديليت، وعلى السي كليك يمين ديليت. تمام. ونضغط كليك يمين كاريت كده، وتسيب كل حاجة زي ما هي وتديله اوكي. كده السي كله بقى عندك بارتيشن واحد فقط. تمام. طيب كليك يمين سيت اكتف. تمام كده. وتضغط هنا على العلامة دي كليك يمين ريبيلد ام بي ار. ايه لازمتها الريبيلد ام بي ار دي؟ اقول لك يا باشا، انت كده بتحقن الهارد بوت ماستر. البوت ماستر ده اللي هو ان الجهاز يقرا ان البارتيشن ده بالذات هو اللي فيه البوت، وان الهارد بتاعك ام بي ار. فبالطريقه ديت يدخل معاك على طول على الويندوز بتاعك، وتضغط بعد كده على ابلاي وبعد كده يس. معلش الواحد بيشرح اللي هو فاصل فاستحملونا شويه. تمام. كده احنا قسمنا خلاص وملناش علاقه بالدي، الداتا هنا موجوده ملناش علاقه بيها خالص. نقفل ده كده وندخل بعد كده يا باشا على ايه؟ على هذا البرنامج كده. البرنامج جايب لي هنا لو تلاحظ بوت بارت بس لونها اخضر. طيب ليه جايب لك كده بس؟ طيب نضغط كده، هو المفروض ان هو يجيب لك التلاتة لونهم اخضر. طيب هل ديت لو واحدة بس اخضر هل فيها مشاكل؟ هي بالنسبة لي انا او لاي فن صيانة يعني دماغه نضيفة، اه فيها مشاكل. البوت عندك يعني يقدر يتضرب بسرعة، يعني ممكن لو ركبت فلاشة ولا حاجة وعملت اي كونفليكت في التعريفات ولا في البايوس ولا في اي حاجة، خلاص انت كده ده شملت الدنيا. تمام. لو لعبت في البايوس وكده يقدر الويندوز بتاعك ما يشتغلش، لكن لما يكون التلاتة مع بعض خلاص كده انت حقنت ام بي ار صح وامورك كده تمام. بيبقى البوت قوي شوية يعني ما يقعش الويندوز بتاعك بسرعة، ويجيب لك العلامة الزرقاء اللي في الاول دي، الشاشة الزرقاء. طيب هتختار من هنا كده. طبعا البرنامج ده انا عامل منه شورت كات هنا بره،
ثواني اكبر لك الشاشة احسن. انا عامل منه هنا كده اصدار اهو بيطلع كده، تمام. بس خلينا هنا كده، وتختار البرنامج كده. هتختار من هنا الهارد بتاعك، لان هو بيبقى واقف اساسي على الفلاشة بتاعتك. تختار الهارد ديسك كده، وتتأكد انك مختار الهارد ديسك سي ودي اهو، اللي فيه الداتا بتاعتك، تمام. هتضغط بعد كده، احنا هنختار القايمة دي ودي، هيبقى شغلنا كله على القايمتين دول بس. نختار كده، تنزل على اخر واحدة دي، وتقول له انستول. تختار البوت 5 ولا 6 البوت لودر، تقول له 6 كده. خلاص هو كده خلص. نسكر دي، نقفل دي، وتضغط هنا كده، تختار بوت اللي هي رقم 4 من فوق ورقم 3 من تحت، تمام، اللي هو البوت ميجر. تضغط بعد كده على انستول، وتسيب دي زي ما هي، ما تلعبش هنا في اي حبشتكنات، وتقول له اوكي. اوكي، كانسل، كلوز. تطلع كده، يقفل ده خالص، تمام. يفتح دبل كليك، جاب لك ايه؟ التلاتة لونهم اخضر كده. انت لحد دلوقتي امورك تمام وزي الفل. طيب عايزين بقى نثبت يا معلم الويندوز. سيادتك لو عامل الاسطوانة بتاعتي بوت وشغال من اسطوانتي، هتلاقي ان عندك الفلاشة بيبقى بارتيشنين، بارتيشن خاص بالاسطوانة، والبارتيشن التاني عليه الداتا بتاعتك انت اللي على الفلاشة، اللي هي فيها ايه بقى؟ فيها ويندوز 10، فيها ويندوز 11، ويندوز 7 برامج تعريفات. تقدر تعمل كده وتلاقي الاسطوانات بتاعتك هنا. تقدر تثبتها ازاي؟ ثواني اشرح لك طريقة دلوقتي. نفترض ان انت عندك الايزو زي كده مثلا، ثواني، كل اللي انا بعمله ده انت مالكش علاقة بيه. لما بتدخل على البارتيشن اللي فيه الداتا هنا بتاعتك انت، اللي فيها الويندوز، سواء البارتيشن اللي هو الدي او على الفلاشة بتاعتك، تضغط عليها دبل كليك، هيتعمل لها موينت زي كده. تقدر تعمل سيت اب كده، هتضغط بس هنا دبل كليك، هيجيب لك الويندوز وتقول له نيكست والتثبيت، وتكمل بقى تختار الخيار التاني في القائمة اللي هتجيلك هنا دلوقتي كده. اوكي، والتالي، وبعد كده التانية دي، وتقسم الداتا بتاعتك وتكمل، تمام. بالطريقة ديت انت مش هتحتاج للي احنا عملناه من شوية اللي هو بتاع الميني ويندوز، ولا تحتاج موضوع البيت لودر البوت لودر قصدي، والكلام ده كله. فهتطلع كده، طبعا انت بتكمل بقى من هنا كده، كليك يمين دي، مفيش كليك يمين، حذف الاول. وتخلي بالك ان ده الداتا، ده اللي عليه الداتا بتاعتك، وده الويندوز اللي اتعمل له موينت، ملكش علاقة بيه. فانت شغلك كله على السي، هتلاقي مكتوب النظام هنا، تمام كده، عشان بس ما تفرمطش الداتا بتاعتك. وتكمل والويندوز ينزل معاك على اول بارتيشن عادي، والدنيا جميلة. طيب احنا مش عايزين الطريقة دي، نعمل ايه؟ اقول لك يا باشا تعمل ايه. لان في ايزوات جديدة ما بيبقاش فيها السيت اب ده اصلا. طيب نعمل ايه يا باشا؟ اقول لك. من سيرش هنا كده، تختار، تنزل هنا على ايه؟ على الايزو بتاعك. طبعا انت ممكن تختاره كايزو، يعني بيبقى ظاهر قدامك هنا ايزو، تضغط عليه تعمل له موينت على طول، ويجيب لك الايه؟ سورسز. تنزل تحت خالص هتلاقي كلمتين، البوت ده ملكش علاقة بيه نهائي، شغلك كله بيبقى على الانستول، انستول WIM او انستول دوت ASD، تمام كده. طيب خلينا مثلا ما لقيناش الانستول ده، ولقينا البوت لودر ده، اللي لقينا البوت ده بس، هتضغط على البوت بس، تمام. يبقى نختار اللي هو الانستول ده، ونقول له اوبن. اخترناه هنا كده خلاص. هنا نختار السي بتاعنا اهو، وتتأكد من المساحة دايما عشان ما تتغرش، لان ده ممكن الحروف تتغير، تمام. السي، وننزل هنا كده نختار السي برضو بتاعنا اهو كده، ونعمل فورمات. اوكي، اوكي، خلاص هنا كده تمام، هنا كده تمام. تختار بعد كده، هنا بيقولك ان الايزو اللي انت اخترته ده في ويندوز 10 انتربرايز LTSC فيرجن كذا. طيب نختار من هنا كده. على فكرة انت هنا ممكن تلاقي نسخة هوم، نسخة برو، نسخة مش عارف انتربرايز، نسخة ايه، نسخة ايه. فانت تختار الايزو اللي انت عايزه، او النسخة اللي انت عايز تنزلها، تمام. لان في نسخ بيبقى فيها 10 ايزوهات، او 10 يعني ويندوزات.
تمام. فانت تختار النسخة البرو دايما او النسخة الانتربرايز، يا البرو يا الانتربرايز، اي حاجة تاني سيبك منها. تمام. طبعا ال تي اس سي بقى، ال تي اس بي شغال برضو، ال او تي برضو شغال كويس. فالمهم تضغط على العلامة دي مهمة جدا، من غيرها مش هيكمل تثبيت. تمام. تديله هنا كده سيت اب. هنا بيقول لك لو عايز تشتغل على نفس الاعدادات اللي معمولة في الويندوز. يعني ايه؟ يعني انا راجل لما بصنع الايزو بعمل فيه ملف اسمه ملف الاجوبة. فملف الاجوبة ده انا ممكن اعمل فيه يوزر وبفرضه عليك. يعني انت تيجي تثبت الويندوز تلاقيه يقول لك ايه، اليوزر مثلا ادمنستريتور او ادمن او ايجيبت او ايا كان، انا بفرضه عليك. فانت غصب عنك هتلاقي اليوزر مفروض عليك. طب وانت ليه؟ فممكن تختار المكان الابيض ده الفاضي اللي انا واقف عليه ده. خلاص كده انا مش هاخد الريجستري بتاع الايه، بتاع الشخص اللي عمل الايزو. تمام. يبقى ده كده ويندوز جديد خالص. واختار هنا اوتوماتيكلي ريبوت. اوكي. واسيبه على كده. هيفرد لي الويندوز بطريقة سريعة هنا، يعني مش هيكمل حاجة. بس طبعا انا هعملك ايقاف للفيديو، بس في نفس الوقت انا شرحت لك الموضوع ده كده، خد وقت كبير. بس ليه؟ لان انا بمشي لك واحدة واحدة وبفهمك اضغط هنا كذا واضغط هنا كذا واضغط هنا كذا، بمشي معاك واحدة واحدة وبشرحها لك. تمام. لكن انت لو حفظت الطريقة هتدخل تك 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 في 3 4 5 ثواني انت عملت الموضوع كله. فهمتني كده؟ طيب ايه الاستفادة من ان احنا نثبت بالطريقة دي؟ اول حاجة ده الطريقة ديت اسرع. تاني حاجة انت لما بتدخل اصلا من على الميني ويندوز تقدر تفحص حالة الهارد ديسك بتاعك. تمام. من هنا كده بيقول لك إيه حالة الهارد مثلا كذا او كذا. طبعا انا لاغي اصلا ده تعديل انا بعمله جديد في الايه، في الاسطوانة ديت، ده الاصدار الرابع. فدي يعني سيبك منها، ده موضوع تاني. فالمهم تقدر تعمل فحص الهارد ديسك وتشوف حالته. تقدر تنقل الداتا بتاعتك من السي مثلا وتحطها على اي بارتيشن تاني قبل ما تنزل ويندوز. تمام. بالطريقة دي بيخلي لك الويندوز كله على بارتيشن واحد، يعني مفيش بارتيشن 500 ميجا. تمام. طبعا مفيش حد بيشرح البرنامج ده نهائي، لان البرنامج ده ليه فوائد تانية وليه امور تانية، يعني اللي يركز فيها هيقدر يعمل حاجات. يعني في ناس ما بتعرفش تعمل الحاجات ديت الا الناس قليلة. تمام. فيقدر يعملها، بس انا هسيب لك انت التركيز في الموضوع ده لان هو مش موضوعنا النهارده. تمام. اوقف لك بقى الفيديو لحد ما ايه ربنا يكرمه ويخلص. في نقطة برضو تانية انا نسيت اقولها لك. الميزة في البرنامج ده ان هو بعد ما بيخلص وبيرستر الجهاز بيروح داخلك على القائمة بتاع اليوزر بتاعك على طول. تكتب انت اليوزر بتاعك وتعدي بقى اعدادات الشبكة وسطح مكتب على طول يفتح. تمام. مش هيقعد بقى يجيب لك السي والدي وتقعد تختار وتقسم وتفرمط والامور دي. فدي برضو نقطة مهمة حبيت اوضحها لك يعني. نكمل توقيف الفيديو. طيب هو كده قرب يخلص خلاص. تمام. هكمل لك انا برضو يعني الشرح برضو كده على السريع معاه. وكل يعني اي وقت هيبقى فيه مثلا وقت كتير بيعد وكده هعمل لك ايقاف. تمام كده. وهشرح لك لحد الويندوز ما ينزل وامورك هتبقى تمام. هو دلوقتي هيرستر خلاص اهو. هو كده يعتبر خلص اهو وهيرستر دلوقتي. فاحنا بقى ايه، عشان يدخل على الهارد على طول. هو كده بيقول لي بقى ايه هيرستر اوتوماتيك وبتاع، هنقول له ريستارت. واختار بقى من هنا الايه، طبعا انا هلغي لك الاسطوانه على اساس ان هو ايه بيدخل بوت على طول يكمل من الهارد ديسك. تمام. ويثبت لك الويندوز كده. الويندوز بدأ يتثبت اهو، ملوش علاقه بالاسطوانه بتاعتك ولا بالفلاشه. بتشيل فلاشتك عادي واسطوانتك عادي وامورك تمام. تمام كده. وتسيبه بقى يعد مع نفسه. هو كده خلاص بدأ يثبت الويندوز اهوت والامور كده تبقى تمام.
هيجيب لك اليوزر بتاعك على طول، تكتب وتكمل الاعدادات بتاعتك وتدخل على طول. واستحسن تكون فاصل النت علشان اليوزر ايه، عشان ما يطلبش منك حساب مايكروسوفت يعني. تمام. تختار اللغة بتاعتك. طبعا انا شرحت على العربي لان احنا هنا عمليات شغلنا كله على العربي، لكن حتى انا في مصر شغل كله انجليزي. بس هنا ايه، عشان دي الاساسية يعني اللي عندنا تخطي. طبعا انت بتفصل النت بحيث ان ايه كده غير متصل اهو تخطي. حتى لو جاب لك الواي فاي اعمله تخطي وكبر دماغك. بعد كده لا، او انه طبعا الترجمة سهلة بقى. الرسالة دي انت مش هتشوفها نهائيا نهائيا الا بالطريقة اللي احنا عملناها. تمام، دي اللي هي كأنك اصلا شاري النسخة، اللي هي نسخة اصلية بقى يعني. الطريقة يعني مش هتشوف الصورة دي الا لو اشتريت الايزو الاصلي او استخدمت الطريقة اللي انا عملتها لك دي. طيب الطريقة دي تفيدنا في ايه؟ طيب الطريقة دي هتخلي بالك في ناس مهندسين بيستخدموا الطريقة ديت لحد مثلا ايه قبل ما يرستر الجهاز كده، ويروح كاتب لك الايه، يدي لك الجهاز على كده ويقول لك ده ويندوز اصلي. هتيجي انت تشغله عندك يدي لك اليوزر بتاعك، تكتب زي كده ويجيب لك الرساله اللي فاتت. فاول ما تشوفها تقول دي ايه، شكلها اول مره اشوفه، وده يعتبر ويندوز اصلي. لكن هو مش اصلي، ويندوز عادي جدا والدنيا جميله يعني. فاهمني؟ بس هم التجار بقى يعني ايه، بيضحكوا على الناس بالطريقه ديت كده. طبعا مش كله يعني، الا ما رحم ربي يعني. دلوقتي خلاص كده الويندوز يعتبر هيفتح معانا اهوت. ومعلش انا اسف ان انا طولت عليكم، بس ايه، انا كده اديت لك شرح كامل مش ناقص اي شيء. فاهمني؟ هندخل بقى بعد ما يفتح معانا على سطح المكتب دلوقتي. هحكي لك هشرح لك يعني ازاي ايه، تعمل الويندوز بس على جي بي تي، لان الجي بي تي الوضع مختلف. تمام. هو كده يعتبر خلاص، هو قرب يخلص. خلص كده والويندوز اشتغل معاك وامورك تمام. تمام كده. هتخش بس يعني نتأكد ان الداتا موجودة ولا لأ، ونشوف الدنيا هتبقى مظبوطة معانا ولا لأ. هندخل كده، هتلاقي الدي بتاعك اهو، والداتا موجودة هنا اهي. تمام، يبقى احنا كده قسمنا صح، نزلنا ويندوز صح، والداتا بتاعتنا موجودة وامورنا تمام. تمام كده. طيب خلاص، ده كده موضوع خلص. طبعا انا شايل الفلاشة خلاص. يلا بقى نشوف الايه، الجي بي تي هيبقى ايه ظروفه. تمام كده. بسم الله. نبدأ. الجي بي تي هتبقى بالوضع ده كده. طبعا لو انت برضو عامل شغلك من على الاسطوانة بتاعتي، فالاسطوانة بتاعتي بتبقى بتدعم الجي بي تي والام بي ار، يعني نفس الاسطوانة او نفس الفلاشة تركب معاك على ده وتركب معاك على ده. تمام كده. طبعا الجهاز بيموت بسبب ان هو بيسجل، وبسبب ان هو ايه فاتح مكانتين. تمام. بس الدنيا هتروق دلوقتي باذن الله. طيب مبدئيا بتركب اسطوانتك وتضغط اف كام، 9 او اف 12، بيدخلك على البوت بتاعنا اهو. تمام كده. يفتح معاك الميني ويندوز، وبعد ما يفتح الميني ويندوز ايه، هتمشي على نفس الشرح اللي انا هقوله لك دلوقتي. هشرح لك برضو الموضوع لحد الاخر، اللي بيها ان انت ايه، لحد ما تنزل ويندوز برضو. بس هوقف لك الايه الفيديو في الاوقات اللي بتاخد وقت كبير يعني. هيفتح معاك كده اهو.
هو كده بدأ ايه يفتح المين ويندوز، بس طبعا هو اسرع من كده، بس عشان الجهاز عندي تقيل فبياخد وقت شوية. طيب هو كده فتح واموره تمام. هتروح داخلين على الايه، هندخل على بارتيشن ويزارد. بس هنا طبعا هتلاقي الهارد اصلا مفيش عليه داتا. كده الهارد كأنه جديد، يعني انت لو بتنزل ويندوز على جهاز جديد هيبقى بالشكل ده كده معاك. تمام. هنعمل كليك يمين. قبل بقى كليك يمين بقى وكده، كليك يمين هنا ريبيلد ام بي ار. احنا هنشتغل جي بي تي صح كده. طيب حتى لو هو ام بي ار فانت هتحوله لجي بي تي كده، وتضغط كليك يمين كاريت اهي. النقطة دي بقى مهمة جدا. هتعمل هنا كده نون، تكتب هنا كده فوق كابسولوك اي اف اي. تمام كده. و ان تي اف اس دي بتخليها كام؟ بتخليها فات 32. فات 32. وبعد كده تختار هنا تخلي دي نون كده، وتكتب هنا اي اف اي اف اي. تمام. خش بعد كده على اوكي. نسيت معلش انا اسف. المفروض ان ده، استغفر الله العظيم، ثواني. طيب هتختار من الاول اهو. انا كده هبدأ من الاول خالص اهو. كليك يمين وتختار هنا convert MBR to GPT. تمام كده. جي بي تي تيجي بعد كده تختار هنا كليك يمين كاريت كده، وتختار المساحة بتاعتك هنا كده بالميجا بايت، وتكتب هنا كده 107. واخد بالك؟ وهنا كده تختار فات 32. بعد كده هنا تختار نون، وهنا كده اف اي، وتقول له اوكي. تيجي بعد كده على دي تختار كليك يمين كاريت، ده السي بقى. طبعا المفروض ده باقي الهارد كامل، فانت تعمل كده وتخلي مثلا السي بتاعك ايه، وليكن هيبقى كده. ده الويندوز وده الداتا مثلا يعني. اوكي تمام. وتقول له لا لسه في هنا حاجة هنا تاني، كليك يمين. انا كده بديلك المفيد بمورد اللي هو يعني مش ناقص سنتوفة حتى. تمام. بتختار دي، انا واقف كده على البارتيشن ده، كليك يمين كده، وتختار من هنا يا معلم اللي هي ايه الخيار ده كده، وتروح قايل له ايه يس، وتديله الابلاي بتاعته ويس. الطريقه دي مش هتلاقي حد يعني على النت كله شرحها عامه، اللي هي بتاعت الايه تقسيم الجي بي تي دهوت من على الايه الميني ويندوز، وخصوصا ان يعمل لك الملف ده. تمام. وبالطريقه اللي انا شرحتها دي مش هتلاقي، ويمكن تلاقي. المهم ده كده خلاص اهو. تمام. طبعا انت فلاشتك المفروض ان هي هيبقى عليها الايزو، اللي هو الايزو الويندوز 10 مثلا او 11 او ايا كان الايزو اللي انت هتثبته اصلا. تمام. فبعد ما يخلص هو دلوقتي، هو كده خلاص. هندخل على، طبعا انت كأنك داخل انت على اسطوانتك بقى، بس انا هعمل هنا حاجة تاني كده عشان ايه الاسطوانة تبقى ظاهرة معايا. مثلا الويندوز اهو، نقول له اوكي. انت بقى بالنسبة ليك انت يا باشا بتدخل على ايه، على البارتيشن بتاعك التاني اللي فيه الاسطوانات بتاعتك والشغل بتاعك اللي هو مستر فيروس داتا. تمام. اول ما تضغط على الايزو هيفتح الايزو معاك كده. تمام كده. تقدر تدخل اوبن، تقدر تدخل برضو من هنا وتثبت بنفس الطريقة عادي جدا زي الاول اهي. تمام كده. طبعا دي احنا شرحناها، مش محتاج انت شرح ليها، وهتوفر عليك موضوع التقسيم.
اللي هو اللي احنا عملناه ده. بس طبعا انا مطلوب مني الشرح على الجروب بتاع التليجرام ان انا اشرح النقطة كاملة، يعني ان انا اقسم الجي بي تي وكده. فهنعمل ايه بقى سيادتك؟ يا تثبت كده، يا اما تقفل دي خالص وتدخل من على المعلم الجاحد بتاعنا احنا ده. ليه كده؟ طيب ثانية. طبعا انا لسه شغال في الايزو ده بظبطه، ان ده هيبقى الاصدار الرابع يعني، بس يعني لسه موضوع شوية كده كبير شوية. بسم الله. طيب فتح كده معانا اهو، الامور تمام. ثواني بس عشان ايه تبقى الامور معانا زي الفل. هنختار سيادتك كده الايزو زي ما هو، ايه ما احنا قلنا من شوية، الايزو بتاعك او اللي انت هتثبت منه الويندوز. طبعا ده بيبقى على الفلاشة بتاعتك. تمام. مش لازم بقى نختار ولا بتاع، انت تقدر تدخل من على ده على طول كده، دبل كليك كده، هتلاقيه جايب لك هنا العلامة الخضراء اهيت، لان انا عملت تقسيمة صح من ايه، من البارتيشن ويزارد. تمام. وغير كده ده بيخلي لي بس بارتيشن واحد بس زيادة فوق السي، لكن لو انت ثبت بالطريقة اللي هي العادية هيعمل لك 4 بارتيشنات وريكفري والكلام ده كله، 4 بارتيشنات للسي فقط. تمام كده. طيب هتختار من هنا الايزو بتاعك اهو، سورسز، وتنزل على اخر حاجة انستول. تمام كده. تمام. تعمل فورمات، اوكي فورمات. بعد الفورمات اقفل دي، اقفل دي تاني، اختار من هنا كده برضو بارتيشن السي، يبقى السي هنا وملف ال AFI من هنا اهو. تمام كده. ركز في دي، السي هنا وال AFI من هنا. تيجي بعد كده تختار دي وتقول له سيت اب، وهنا اوتوماتيكلي، ومن هنا عشان نلغي خالص موضوع الايه، اليوزر اللي هو الاساسي او الاعدادات اللي عاملها صاحب الايزو. تمام. طيب خلي صاحب الايزو راجل برنس وانت بتحب دماغه بتاع. طيب اختارها بقى من هنا كده، وتدخل على الايزو من هنا، هتلاقي هنا كده الملف بنفس الاسم ده كده. تمام. تقف عليه وتروح تقيس له اوكي، بس كده. نعمل ده كده اوكي، وتسيبه يا معلم بقى ايه يعد مع نفسه شويه. تمام. هعمل لك ايقاف للفيديو لحد ما ايه ما يخلص. هو كده قرب يخلص اهو. تمام. هنشوف دلوقتي بقى الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. وبالمناسبة أنا كده أعتبر الشرح أصلا خلص، يعني هو كده هيراستر ويشتغل والدنيا جميلة معاك، بينزل لك ويندوز. بالنسبة ليكم بقى شوفوا لو مثلا في أي حد محتاج أي شرح لأي حاجة في الأسطوانة، شرح كامل بقى أشرحها لك، اطلبها في على موقع صراحة، أو اطلبها في الجروب بتاع تليجرام، برضه يبقى على موقع صراحة، أو اكتب لي في كومنت على الفيسبوك. تمام. وبإذن الله يعني الأمور هتبقى تمام. 97%. طبعا انت من على الجهاز الحقيقي ما بياخدش هو الوقت ده نهائي، يعني هو واخد الوقت ده كده لان انا اصلا الجهاز اللي انا شغال عليه حالا يعني تعبان، امكانياته على قده. تمام. بس وبرضه السي مليان، والجهاز ومليان برامج وهرية كبيرة يعني، كوراي 7 جيل تامن، بس ايه رامات 8، فالدنيا فيه مش متظبطة يعني. هو كده بيخلص الاعدادات اهي، هو بيعمل ابديت للبي اس دي، للبي سي دي. تمام.
وكده هيرستر. هنقول له بقى ايه، ولا قبل ما نقول، طبعا انت بقى يعتبر انت بتعمل ريستارت وتشيل الفلاشة بتاعتك. تمام، يعتبر انا كده عملت ريستارت وشلت الفلاشة بتاعتي. هو كده هيثبت بقى. تمام، هعمل لك انا برضو ايقاف للفيديو بحيث ان هو ايه، اجيب لك المراحل الاخيرة بس بتاع التثبيت. ماشي كده يا باشا. طبعا طبعا تاني كده هتكمل الاعدادات عادي، وهتكمل ويندوز بتاعك والدنيا تبقى تمام معاك. تمام كده. يلا لو احتجت اي حاجة اطلبوها بقى في الجروب، وبإذن الله هتلاقي الدنيا تمام. هشرحها لكم كاملة. يلا السلام عليكم.